السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فقرة اليوم من أخبار فريق الرجاء الرياضي. وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد أخبار فريق الرجاء الرياضي. نبداو أخبار فريق الرجاء الرياضي لهذا اليوم بأول خبر. الرجاء يخطف فوزا صعب على النادي المكناسي ويواصل منافسته على درع البطولة. أبقى الرجاء الرياضي على حظوظه في المنافسة على لقب البطولة الاحترافية بعد فوزه على النادي المكناسي في المباراة التي احتضنها ملعب مركب محمد الخامس برسم الدورة 26 من الدوري المحلي. وافتتح الرجاء الرياضي التسجيل عبر اللاعب أيمن برقوق خلال الشوط الأول قبل أن يعود النادي المكناسي إلى المباراة ويعدل النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب أسامة الضاوي رغم النقص العددي بعد طرد حراسة مرماهم بوناغا. وحسم فريق الرجاء الرياضي المواجهة في الدقيقة 81 بهدف اللاعب عثمان ساخو ليضمن 3 نقاط مهمة في سباق الترتيب خلال هذه المرحلة من الموسم. وبهذا الفوز رفع فريق الرجاء الرياضي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع المغرب الفاسي، في حين تجمد رصيد النادي المكناسي عند النقطة 31 في المركز التاسع مع استمرار تقارب المراكز المقدمة في جدول الترتيب. نصر الدين نبي بعد الفوز على القضيم أتمنى عودة شرارة سريعا من كأس العالم لأنني بحاجة إليه في هذه الظروف. أكد نصر الدين النبي مدرب الرجاء الرياضي بأن اللاعبين يرتكبون العديد من الأخطاء متمنيا عودة شرارة سريعا من كأس العالم في ظل الظروف الحالية للفريق. وقال نصر الدين النبي في الندوة الصحفية بعد المباراة يرتكب اللاعبون العديد من الأخطاء بسبب الضغط الشديد والإرهاق، وعندما يجتمع هذا العملان تصبح الكرة مثل الجمرة، لكن بمجرد تحقيق الانتصار تعود الثقة إلى اللاعبين. وتابع: أتمنى أن يعود شرارة بسرعة من أمريكا، وأتمنى حظ موفق للأردن بقيادة زميلي المدرب جمال السلامي، لكنني بحاجة إليه في هذه الظروف. واختتم حديثي بالقول: أغتنم الفرصة لتقديم الشكر للجماهير الرجاوية. هذه ليست شعبوية أو تودد للجمهور من طرفي، بل إحساس هو بجانبنا في كل الأوقات التي نحتاجه فيه. لقد ساعدنا كثيرا وأتمنى أن يواصل تشجيعنا. آدم النفاتي يوجه رسالة مبهمة لمتابعيه قبل انتهاء الموسم. نشر آدم النفاتي لاعب فريق الرجاء الرياضي تدوينة مبهمة عبر حساباته قبل نهاية الموسم الكروي الجاري أثارت تفاعل الجماهير الفريق الأخضر. وظهر النفاتي في الصورة داخل أحد مراكز التأهيل البدني أثناء خضوعه للعلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية، وأرفقها بتعليق قصير: هذا أمر كثير، في إشارة واضحة إلى استيائه من الإصابة أو من سلسلة الإصابات التي غيبتها عن المباريات هذا الموسم. ويعاني النفاتي من تذبذب بدني واضح منذ انطلاق الموسم، حيث أبعدتها الإصابات المتكررة عن المشاركة بانتظام رفقة الرجاء رغم الحاجة الماسة لمجهوداته في خط الوسط. وتداولت الجماهير الرجاوية تدوين على نطاق واسع بين من رأى فيها تعبيرا عن الإحباط الشخصي للاعب ومن اعتبرها رسالة مبطنة بخصوص برنامج التأهيل ومتابعة طبية. الرجاء الرياضي يعزز طاقمه بأطر تقنية جديدة. عزز فريق الرجاء الرياضي طاقمه التقني بأطر تقنية جديدة في إطار خطة الإدارة التقنية لتقوية المنظومة البدنية والتكتيكية للفريق استعدادا للاستحقاقات القادمة. ويأتي هذا التدعيم في سياق إعادة هيكلة الجهاز التقني بما يتماشى مع طموحات النسور الخضر على الصعيد المحلي. وتصدر القائمة التقنية الجديدة التونسي قيس مخلوف الذي التحق بالرجاء كمحلل فيديو مستفيدا من تجربته السابقة مع الاتحاد المنستيري والمصري بورسعيد. وسيكون مخلوف مكلفا بتحليل أداء الفريق والمنافسين وتقديم معطيات دقيقة للمدرب في خطوة تعكس توجه النادي نحو احترافية أكبر في الجانب التحليلي. كما ضم طاقم إلياس مزوغي في منصب مدرب حراس المرمى بعد مسيرة احترافية قادتها الاشتغال في نادي كيزر شيفز الجنوب الإفريقي. الكاف يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يوم السبت الماضي عن الروزنامة الرسمية الخاصة بفترة تسجيل اللاعبين لموسم القاري 2026-2027 والمتعلقة بمسابقات رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. وحدد الكاف يوم 25 يوليوز كآخر أجل أمام الأندية المتأهلة لتأكيد مشاركتها في مسابقتين القاريتين قبل انطلاق مختلف المراحل التمهيدية. وتنطلق فترة التسجيل الأولى
من 1 إلى 15 أغسطس، حيث سيكون اللاعبون المسجلون خلالها المؤهلين للمشاركة بداية من الدور التمهيدي الأول، على أن يكون 15 أغسطس آخر موعد لإيداع شهادة الانتقال الدولية. أما فترة التسجيل الثانية فتمتد من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر، وسيتمكن اللاعبون المسجلون خلالها من خوض منافسة الدور التمهيدي الثاني، فيما حدد يوم 30 سبتمبر كآخر أجل لاستكمال إجراءات الانتقال الدولية. وخصص الاتحاد الإفريقي فترة الثالثة لمرحلة دور المجموعات، حيث تمتد من 1 إلى 31 أكتوبر، مع السماح للاعبين المسجلين خلالها بالمشاركة بداية من هذا الدور، على أن يكون 31 أكتوبر آخر موعد لإيداع شهادة الانتقال الدولية. كما برمج الكاف فترة التسجيل الأخيرة بين 1 و 31 يناير 2027 لتمكين الأندية من تعزيز صفوفها خلال ما تبقى من دور المجموعات والأدوار الإقصائية، وحدد يوم 31 يناير 2027 كآخر أجل استكمال ملفات الانتقالات الدولية. وتمنح هذه الروزنامة للأندية الإفريقية فرصة التخطيط المسبق لانتداباتها وإجراءاتها الإدارية، بما يتماشى مع مختلف مراحل الموسم القاري ويضمن جاهزية أفضل الاستحقاقات الإفريقية.